أسعد الله أوقاتكم. الخارجية الأثيوبية مالية الدنيا صراخا ويعني صواتا وشكوى ومصر أفسدت المحادثات اللي أنا قايمة بيها أو اللي أنا عاملاها ما بين صوماليا لاند والصومال، وإن مصر حاليا بتهدد الأمن الأثيوبي، الأمن القومي الأثيوبي. يا راجل، يعني حاليا احنا مصر بنهدد الأمن القومي الأثيوبي؟ يا راجل. طيب احنا بنهدد الامن القومي الاثيوبي. اي 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 انا بعترف لك اهو، انا بقول لك اهو، انا بعترف لك يا ابي احمد، مصر تهدد الامن القومي الاثيوبي. طالما اثيوبيا نويت على تهديد الامن القومي المصري والسوداني، مصر تهدد الامن القومي الاثيوبي. ده موضوع ما فيهوش جدال، يعني ما فيهوش كلام. ما احنا ساكتين لك 5 6 7 سنين، ما احنا ساكتين لك وما بنتكلمش، وانت عمال تجعجع انت وابواقك. زعلان ليه دلوقتي؟ ايوه، نحن نهدد اثيوبيا طبعا، لان اثيوبيا فكرت تهددنا. موضوع خلصان. ليه الزعل ده؟ ليه ايه الزعل في كده؟ ارتباطنا بالصومال، احنا وضعنا شرعي في الصومال ولا غير شرعي؟ وضع شرعي دوليا. انت بقى الهسهس عندك اشتغل انت ومجموعتك براحتك، اعمل اللي انت عايزه. بس هو فعلا اللي بقول لك عليه، نحن نهدد الامن القومي لاي دوله تهدد الامن القومي لينا. اراك في فيديو اخر.